السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويزين ام رؤيا. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد البريوش اللي كيجي خطيره البنات وخفيف بزاف. شوفوا كيجي كيف الريشه، كيجي واحد المزيج بين بين البريوش وبين كرواسه. بصراحه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا كتستحق التجربه. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي مقطن وخفيف خفيف بزاف، وحتى المقادير ديالو سهله، والطريقه ديال التحضير ديالو ولا اسهل. كيوجد في واحد الساعه، يعني وقت قياسي دغيا تيوجد، والمقادير ديالو ان شاء الله في المتناول. واللي اول مره كيكتشف القناه كنتمنى يضغط على زر الاشتراك باش هكا ان شاء الله تكبر القناه ويبارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالو باش هكا تعمل فائده. ما نطولش عليكم اكثر، ندوزو مباشره تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه جيده. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب، انا حطيت غير كاس واحد. عندي 2 كيسان ديال الحليب يكونوا دافين. عندي نص 4 كاس ديال الزيت عفوا. عندي نص كاس ما كاملش ديال السكر. عندي معلقه كبيره ديال الخميره هكا فوريه. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه. ممكن البنات هكا بين الحليب تستعملوا كاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء، ما كاينش مشكل. هنا خديت واحد شويه ديال الحليب اللي دافي، زدت فيه هذيك الخميره مع السكر، وغادي نخلطهم مزيان حتى يتفاعلوا. هاد نص كاس راه عندي بنات تقريبا فيه 4 ديال المعالق كبار عامرين ديال السكر. بصراحه الحلاوه ديالو كتجي معتدله، يعني هي هذيك اللي بغى يزيد الحلاوه فراه يقدر يزيدها. هنا ضفت هذيك المعلقه صغيره ديال الملحه مع داك 4 كاس ديال الزيت صافي. وغادي هنايا نبدا نجمع فيهم بهذاك الحليب. كيف ما قلت لكم انا راه استعملت 2 كيسان ديال الحليب، غير حطيت هكا كاس صافي. كنبقى بالتدريج كيف ما كتشوفوا كنجمع في هذيك العجينه. خصها تكون شويه رطبه وكتلتصق في اليدين من الاحسن باش هكا تعطينا واحد النتيجه اللي زوينه ويجي البريوش ديالنا خفيف. كيف ما كتشوفوا هو كيبغي شويه ديال الدليك. هنا بعد ما جمعته غادي نضيف ليه معلقه ديال الزبده. غادي نحاول هكا ندخلها لان هي اللي كتعطينا هذيك الطراوه للعجينه وكتخليها تجي خفيفه اكثر. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نحاول اني ندلكها واحد شويه باش ندخل هذيك الزبده وفي نفس الوقت تنسجم ليا العجينه. تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق باش كندلكوها حتى كتبان لينا العجينه ولات. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتولي طريه والشكل ديالها كيجي زوين. ملي كنديروا هذيك المعلقه ديال الزبده فراه ما كتبقاش تلصق نهائيا. صافي قسمت العجين هكا النصفين. النص الاول غادي نغطيه نخليه يختمر، والنص الثاني كيف ما غتشوفوا غادي نضيف ليه واحد 2 معالق ديال الكاكاو. من الاحسن يكون نوعيه جيده باش كيعطينا المذاق حسن. كيف ما شفتوا انا غربلتهم. حاولوا تسرعوا هذه العمليه باش ما تخمرش لكم عجينه وحده على وحده، حيت هذيك البيضه الفرا غطيناها كتخمر. فسرعوا هذه العمليه باش هكا يجيو في الخميره قد. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت هذاك الكاكاو. غادي نضيف واحد 2 معالق هكا ديال الحليب باش ما تجينيش هذه العجينه هذه ناشفه، لان الا ضفنا هذا الكاكاو فرا كينشف العجينه. ضيف واحد 2 معالق ديال الحليب صافي. بعد ما جمعتها غادي نغطيها حتى هي وغادي نخليها تقريبا واحد ثلث ساعه كتخمر مزيان، عاد غادي نرجع لها. بعد ما خمرات لي العجينه كيف كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها، فغادي نخرج منها. شوفوا البنات كيفاش كتبان مدلوكه وفي هذوك الفقاعات. كنرش واحد شويه ديال الدقيق في سطح العمل وكنحاول نقاده على شكل هكا يكون مستطيل. هنا ما كنرققش بزاف حتى غادي نضيف فوق منها العجينه اللي باللون الاسود. كنطلقها حتى هي بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، وغادي نهز وحده ونديرها فوق التاليه. كنظن كلشي واضح صافي. ونبدا نرقق فيها هنايا تقريبا في القطره ديالها غادي تكون واحد 2 سنتيم هكا. ما ترقوهاش ثاني حتى للحد. بعد ما شكلتها هكا عفوا بشكل مستطيل، خديت هكا هاد المول وعبرت لقيت انها جات قدو. صافي غادي نحبس في العرض. صافي كنتاكد ان هذوك البلايص كاملين يعني في سمك واحد وملصقاش هي في سطح العمل. حاول هذوك الجناب ما تخليهمش يكونوا غلاظ بزاف. هنايا خديت هاد القطع ديال البيتزا غادي نحاول نحيد هذوك الاطراف كيف ما كتشوفوا باش جينا العجينه هكا مقاده. كيف ما كتشوفوا انا مشيت تقريبا قل من النص. كيف ما كتشوفوا قل من النص ديال العجينه بديت كنفلح فيه بهذه الطريقه هذه. كنضرها واضحه، يعني قل من النص البنات، ما توصلوش حتى النص. صافي كنحاول هكا نلف على بعضياتها بهذا الشكل هذا. راه واقيلا موضحه الصوره اكثر من نشرح. حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي هنايا ديال هاد الاشرطه. كنحاول هكا نبسط مزيان ونتاكد انها كلها مبسطه بنفس السمك.
هنايا خديت الشكلاط هكا ديال الدهن، غادي نعمر به هاد الرولي من الوسط. تقدروا نتوما ما تستعملوا حتى شي حاجه، او تستعملوا هكا المربى ديال اي نوع نتوما كتفضلوه، ديال الفريز او المشماش، مهم اللي توفر لكم. او ممكن كما قلت لكم تخليوها عادي، غير هو بصراحه هاد الشكلاط هذا كيعطي واحد المذاق اللي كيزيدها زوين. هانتو غادي نبدا الرولي البنات في هاد الرولو. كيف ما كتشوفوا انا غادي نزير يدي، زيروا مزيان العجينه. الا ما زيرتوهاش فراه غادي مني غتجيو تبدا تقطعوها غتلقاو فيها واحد الفراغات هكا كبار. زيروا العجينه مزيان، كل ما زيرتوها كتعطيكم نتيجه احسن. هانتوما البنات بعد ما روليتها كيف ما كتشوفوا كنحاول دوك الاشيطه ندخلهم لتحت ديال العجينه ونلصقهم مزيان. فرقوهم هكا باش يجيو بالشكل ديالهم زوين. خديت هذاك المول فرشت ليه هكا الورق من الاحسن باش هكا نضمنوا ان العجينه ما تلصقش لينا كيف ما كتشوفوا. وغادي نحاول اني نبسطو واحد شويه بهذه الطريقه هذه باش ياخذ الشكل ديال المول صافي. وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يختمر مده تقريبا ديال ثلث ساعه حتى نص ساعه، حتى يبان لينا هكا ضعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ انا اصفر بيضه مع شويه ديال القهوه وغادي ندهن به الوجه. ممكن تستعملوا غير اصفر بيضه او ممكن تخليوه هكا عادي، ما كاينش اشكال. صافي هنا في هذه المرحله البنات الفران راه شعلته سخن مزيان واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نطيبوه بحال الشكل ديال الكيكه تماما. يعني غنكونوا ناقص ليه البوطه مزيان ومخلينه في الفوق بلا ما نشعلوا عليه الفران من الفوق. خليوه يطيب على خاطر خاطرو، الا زربتوا عليه فراه يبقى لكم معجن من الداخل. اعطيوه الخاطر وخليوه حتى يتحمر على خاطر خاطرو، ياخذ هذا اللون هذا الذهبي اللي زوين كيف ما كتشوفوا. وكنحيدو من المول مباشره، ما تخليوش حتى يبرد باش هكا ما يرجعش ليا داك الصهد ديال المول ويبقى معجن. من الاحسن حيدوه باش يبرد هنايا. صافي خليوه حتى يبرد كيف ما كتشوفوا راه جا محمر من جوايه بجوج وخفيفه البنات، خفيف واحد الدرجه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لان فعلا كتستحق التجربه. غير جربوا البنات واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه ديالو. هنايا كتزيين اختياري، خديت شويه ديال العسل غادي ندهن به الوجه ديال البريوش او ممكن ناباج او تخليوه غير عادي، المهم كاضافه وصافي. غادي ندهن ليه الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا. وغادي نرش عليه هكا رقائق ديال اللوز عفوا كيف ما كتشوفوا، ونخليه حتى يبرد تماما. عاد غادي ندوز باش نقطعو. هنا البنات انا راه وجدته هكا في الليل، داك التصوير علاش كيبان لكم شويه ناقص، فرا وجدته في الليل والغد ليه عاد غادي نقطعو الفطور. المهم هو هذا، شوفوا البنات كيفاش كيجي بحال الشهده تماما وخفيف بحال ما هازين حتى شي حاجه. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى الفيديو القادم ان شاء الله.